تركية ولا عربية؟ والله احترنا. مش معقولة هالشوربة، عدس ورز وطشة على الوجه، ومش معقول قديه طلعت زاكية. وما يغركم ما بتاخد وقت كتير. تنجر على النار، بنضيف زيت الزيتون والبصل، بنقلبهم شوي، بنضيف الثوم، من بعدها معلقة رب بندورة، بنحركهم سوا، بنضيف العدس المغسول والرز المغسول، بنقلبهم سوا تقريبا 3 دقايق، بنضيف من بعدها ملح فلفل الأسود، بنضيف المي، معلقة كبيرة من بودرة مرقة الدجاج، بنغطيها لنص ساعة تقريبا ليصير شكلها بهذا الشكل. ممكن تطحنوها نص طحنة أو طحنة كاملة، بفضل نطحنها كاملة مثل ما انتم شايفين. للطش بنحتاج زيت زيتون ومعلقة رب البندورة، بضيف عليهم البهارات وبحركهم، وبضيف بعدها النعناع الناشف، بحركهم وبضيفهم فوق الشوربة، بنقلبهم سوا، وهيك بتكون الشوربة الخطيرة صارت جاهزة. وبنسكبها في الصحن، ونضيف عليها على الوجه خبز محمص مع عصرة ليمون، ويا سلام. زاكية ذاك كتير والله. كتير بتناسب نفطر فيها برمضان نبلش فيها. بتتخيلها تقيلة بس هي خفيفة مناسب. جربوها على فطور رمضان. مش معقولة هالشوربة، عدس ورز وطشة على الوجه، ومش معقول قديه طلعت زاكية. وما يغركم ما بتاخد وقت كتير. تنجر على النار، بنضيف زيت الزيتون والبصل، بنقلبهم شوي، بنضيف الثوم، من بعدها معلقة رب بندورة، بنحركهم سوا، بنضيف العدس المغسول والرز المغسول، بنقلبهم سوا تقريبا 3 دقايق، بنضيف من بعدها ملح فلفل الأسود، بنضيف المي، معلقة كبيرة من بودرة مرقة الدجاج، بنغطيها لنص ساعة تقريبا ليصير شكلها بهذا الشكل. ممكن تطحنوها نص طحنة أو طحنة كاملة، بفضل نطحنها كاملة مثل ما انتم شايفين. للطش بنحتاج زيت زيتون ومعلقة رب البندورة، بضيف عليهم البهارات وبحركهم، وبضيف بعدها النعناع الناشف، بحركهم وبضيفهم فوق الشوربة، بنقلبهم سوا، وهيك بتكون الشوربة الخطيرة صارت جاهزة. وبنسكبها في الصحن، ونضيف عليها على الوجه خبز محمص مع عصرة ليمون، ويا سلام.